جبنا جون يا مصريين. فاكرين موضوع جبنا جون يا مصريين؟ فاكرين واحد من المصريين رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته اسمه سيادة السفير إبراهيم يسري. صرف، ده كان سفير لمصر على فكرة، صرف اللي وراه واللي قدامه وكل اللي تحصل عليه من وظيفته مدى حياته صرفها على قضايا علشان يوقف ما يسمى بإعادة ترسيم الحدود مع الكيان، لأن الكيان ده أصلا ده محتل للأراضي الفلسطينية العربية. فالنهارده ازاي انت بتعتبر ان هو دولة وبترسم معاه كمان الحدود؟ وبعدين حتى لو هو دولة فرض يعني جدلا على اعتبار شيء ان هو موجود وهو مش موجود اصلا، خلاص هو عمره كام سنة ومصر عمرها كام سنة؟ مصر 7000 سنة بترسم حدودها، حتى مع فلسطين برضو مش هينفع ان انت ترسم حدودك مع اي حد، انت حدودك هادئة مستقرة بقالها 7000 سنة. بالعكس العسكر كشكشوها من 3.6 مليون كيلومتر مربع بقت مليون كيلومتر مربع، اتبعت لتنها لغاية الآن للإمارات. ابن بائعة الهوى بلح ابن العايبة اللي دوبت كل الرجالة الخايبة كشكش مياه الشرق المتوسط بإعادة ترسيم الحدود المصرية مع الكيان السرطاني المحتل لأراضينا الفلسطينية، اللي ترتب عليه ان هم بعد ما كانوا بيستوردوا مننا الغاز بأبخس الأثمان لمدة 17-18 سنة برخص التراب من مبارك الجاسوس، لان هم يتملكوا في حدودنا احنا، في مياهنا الإقليمية احنا على سواحل دمياط مقابلة لسواحل دمياط، ياخدوا بيرين غاز اكسون موبيل الأمريكية قدرت ما بيهم من بروفيت او من غاز مكسب للغاز ب 200 مليار دولار. ده البير مينيموم، ده اقل حاجه النهارده بيرين الغاز اللي منهم ليفيثان وافروديت اللي احنا بناخد منهم الغاز دول يا جماعه، دول ابار غاز مصريه. فعلى ايد عبد الفتاح السيسي اللي قال لكم ما كذبش، امن وامان المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وامان المواطن الاسرائيلي. هو مش شايفنا احنا اصلا، احنا مش موجودين اصلا، ولا الفلسطينيين موجودين اصلا عنده في الموضوع. هو اتوجد لامن وامان الكيان وعلشان يقطع مصر وعلشان يكون هو يعني مين فاكتور في اقامه هذا الكيان اللي مسمى عندهم اسرائيل الكبرى. فالنهارده هو باع تلتين مصر علشان يتعمل لهم هاندنج اوفر، خلاص انتوا بعتوا بيع وشراء واتاخدوا. الغاز بقى كان هيبيعه ازاي؟ بالطريقه اللي هو عملها، اعاده الترسيم. الجزر كان هيبيعها ازاي؟ امه قالت له. الاثار كان هيبيعها ازاي؟ احنا مش عارفين لغايه دلوقتي. حتى متحف اللوفر المفتوح في الامارات هو مفتوح هبه ولا مفتوح ايه؟ وخليكم نايمين 35 مليار دولار من دمكم من لحمكم قروض.